تخيل لو قلتلك ان في طريقة تقدر تبعت بيها فلوس لأي شخص في العالم أسرع مما تبعت رسالة صباح الخير على الواتساب، بمصاريف أقل بكتير من تمن كوباية الشاي اللي بتشربها دلوقتي. والأغرب من ده كله إنك مش محتاج بنك ولا محتاج إجراءات معقدة ولا محتاج تستنى أيام عشان الفلوس توصل. يا ترى إيه هي الطريقة دي؟ وإيه هو السر التكنولوجي اللي ورا السرعة دي واللي ممكن يغير شكل تعاملاتنا المالية للأبد؟ خليك معايا لآخر الفيديو عشان تعرف الإجابة اللي هتغير نظرتك للفلوس تماما. أهلا بيكم يا شباب. النهاردة في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن حاجة بقت جزء لا يتجزأ من حياتنا، وهي التطبيقات. مفيش شك ان الموبايل اللي في ايدك ده اللي اتحول دلوقتي من مجرد تليفون لوسيلة بتدير بيها كل تفصيلة في يومك، من اول ما بتصحى وتطلب فطارك لحد المواصلات والشغل وحتى صحتك. بس المجال اللي فعلا التطبيقات عملت فيه ثورة حقيقية هو المجال المالي او الفاينتك. والنهاردة جايب لكم تطبيق عامل ضجة في مجال العملات الرقمية والبيتكوين. تطبيق النهاردة هو سبيد وورلت باي بيتكوين. خلينا ندخل في الموضوع على طول. تطبيق سبيد وورلت هو محفظة إلكترونية مصممة خصيصا لشبكة اسمها اللايتنج أو شبكة البرق الخاصة بالبيتكوين. وظيفة التطبيق ده باختصار إنه بيخليك تقدر تشتري وتخزن وتبعت وتستقبل بيتكوين بسرعة خيالية. التطبيق مش معمول عشان تخزن فيه ملايين وتسيبهم سنين، لا، هو معمول عشان الاستخدام اليومي السريع، يعني كأنك معاك كاش في جيبك بس بصورة رقمية. طب ازاي تستخدم التطبيق ده بشكل صحيح؟ الموضوع بسيط جدا. اول ما بتنزل التطبيق من بلاي ستور وتفتحه هتلاقي واجهة بسيطة ونظيفة. التسجيل فيه غالبا بيكون عن طريق الايميل بتاعك، ومش دايما بيطلب منك اجراءات توثيق معقدة في البداية للمبالغ الصغيرة. بعد ما بتسجل هتلاقي قدامك خيارين رئيسيين: ارسال واستقبال. لو عايز تشتري بيتكوين، التطبيق بيوفر لك ميزة الشراء المباشر عن طريق بطاقتك البنكية أو وسائل دفع تانية حسب دولتك. لو عايز تستقبل فلوس بتضغط على استقبال وبيطلع لك QR كود. الطرف التاني بيعمله مسح وبثواني الرصيد بيكون عندك. نيجي بقى للنقطة المهمة، اللي ايه هي مميزات سبيد وورلت. أول ميزة هي السرعة الرهيبة، وده لأنهم بيستخدموا شبكة اللايتنج اللي بتخلي التحويلات فورية. تاني ميزة هي سهولة الاستخدام. التطبيق مصمم لأي حد حتى لو أول مرة يتعامل مع البيتكوين. مفيش فيه تعقيدات الرسوم البيانية وتحليلات الصعبة. تالت ميزة وهي الرسوم المنخفضة جدا مقارنة بشبكة البيتكوين الأساسية، يعني تقدر تحول السنتات بسيطة من غير ما الرسوم تاكل المبلغ كله. بس عشان نكون أمناء لازم نتكلم عن العيوب وآراء المستخدمين الحقيقية من واقع تعليقات جوجل بلاي. من أبرز العيوب اللي بعض الناس اشتكت منها هي فرق السعر. فرق السعر ده عند شراء البيتكوين من جوه التطبيق، يعني ممكن تلاقي سعر الشراء أغلى شوية من السوق العالمي، وده هو مكسب التطبيق. كمان في بعض المستخدمين لاحظوا ان الدعم الفني احيانا بيتأخر في الرد، وجدهم مشكلة تقنية وقت الذروة. وقت الذروة بيبقى الضغط كبير يعني. وفي نقطة جدلية شوية، وهي ان المحفظة دي بتعتبر في بعض خصائصها كوستيديال أو وصائية، يعني تطبيق بيدير القنوات نيابة عنك عشان يسهل عليك، وده مريح للمبتدئين. لكن المحترفين بيفضلوا يكون ليهم سيطرة كاملة 100% على مفاتيحهم الخاصة. وبناء على تقييمات المستخدمين، التطبيق واخد تقييمات عالية لسهولته، وناس كتيرة شكرت فيه انه حل مشكلة البطء في التحويلات. لكن في شكاوي متكررة من ان بعض الدول ان ميزة الشراء بالفيزا مش مدعومة عندهم، فخلي بالك من النقطة دي وتأكد ان دولتك مدعومة في عمليات الشراء المباشر. طيب لو حسيت ان سبيد وورلت مش مناسب ليك، ايه البدائل والنصايح؟ لو بتدور على اسهل بديل، مش فارق معاك التحكم الكامل في تطبيق وورلت اوف ساتويش، وده الاب الروحي للسهولة في المجال ده. لو عايز بديل بيديك تحكم اكبر وامان اعلى ويكون غير وصائي، ارشح لك بقوة فوكسن وورلت او ميون وورلت، ودول بيدوك سيطرة كاملة على فلوسك، بس محتاجين منك شوية تركيز في الاعدادات. ودلوقتي جينا للحظة الحاسمة وإجابة السؤال اللي سألته في أول الفيديو: ايه هي الطريقة الأسرع من الواتساب والأرخص من الشاي لتحويل الأموال؟ الإجابة هي
لايتنج نتورك اللي مبني عليها تطبيق سبيد وورلد بتاع النهاردة. التكنولوجيا دي هي الحل اللي خلى البيتكوين يتحول من مجرد مخزن لقيمة زي الذهب لعملة نقدر نشتري بيها قهوة وندفع بيها مواصلات في لحظات. السر مش سحر، السر هو تكنولوجيا الطبقة التانية اللي خلت المستحيل ممكن. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وقول لنا في التعليقات هل جربت تستخدم بيتكوين في الدفع قبل كده ولا لسه. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.